ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل السينابون. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله وقد ايه الصوص بتاعه رهيب جدا وطعمه في منتهى الجمال. بجد هتعشقوه، مش هتبطلوا اللي انتوا تعملوه. شايفين ما شاء الله قد ايه طري معايا وهش، شايفين الطبقات وقد ايه مورق معايا، شايفين شكل القرفة، والصوص ما شاء الله رهيب وطعمه في منتهى الجمال. وزي ما انتوا شايفين اسعار القطعة غالية جدا. هنعمل بس ب3 كوب من الدقيق 12 قطعة من السينابون. عندنا المكونات بتاعتنا: 3 كوب من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات، عليه رشة من الملح، 4 معالق كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، كوب لبن او حليب يكون فاتر دافئ حاجة بسيطة. وطبعا الدقيق بتاعنا نكون نخلينه كويس جدا في بولة. وهبدأ انزل بالزبدة الدايبة والخميرة واللبن والسكر والملح والبيضة والفانيليا. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما المكونات تندمج معايا والسكر يدوب. زي ما انتوا شايفين هقلبهم كويس جدا. مقادير سهلة وبسيطة، ودي الطريقة غير الطرق اللي انتوا شفتوها قبل كده. طريقة سهلة وبسيطة خالص. هبدأ انزل بنص كمية الدقيق وهعجن كده بسباتيولا او بمعلقة لحد ما الم العجينة. وهبدأ بعد كده اشيل السباتيولا واشتغل بايدي. هعجن لمدة 10 دقايق. طبعا لو عندك عجان اشتغلي بيه، هي العجينة بتكون بتلزق معاكي. اشتغلي بايد واحدة لمدة 10 دقايق، هتفضلي تعجني فيها لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بتلزق كده في الايد اللي انا بشتغل بيها، الايد التانية مش بتلزق معايا. هبدأ بعد كده اسيبها على جنب واغطيها واسيبها تخمر لمدة ساعة. بعد ساعة، بعد ما اختمرت معايا وحجمها تضاعف معايا، هبدأ اجيب رشة من الدقيق على مفرش الخبز كده او مفرش سيليكون، وعلى النشابة برضو هحط عليها رشة من الدقيق. وهبدأ بعد كده اشيل العجينة وابدأ افردها على شكل مستطيل. المستطيل ده بيكون طوله 40 سنتي وعرضه من 20 ل25 سنتي. هفردها كده على شكل مستطيل. وهبدأ اجيب 4 معالق كبيرة من الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وهفردها كده بايدي كويس. بعد كده هجيب 2 معلقة كبيرة من القرفة، عليهم 4 معالق كبيرة من السكر. هقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هبدأ اوزعهم على الزبدة كده. وهبدأ بعد كده اللي انا الفها رول زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة نلف كويس جدا وتكون الطبقات صغيرة. وبعد كده هبدأ اللي انا اقطعها بسكينة او بمقطع حلويات او بخيطة. ودي الصينية اللي انا هحط فيها السينابون. هجيب معلقة كبيرة من الزبدة تكون دايبة واحط في الصينية كده، امسحها مسحة بسيطة من الطروف ومن القاعدة كده من تحت. وهبدأ احط السينابون في الصينية. وبعد كده هغطيه بفوطة واسيبه على جنب يختمر لمدة ساعة تانية قبل ما ادخله الفرن. بعد ساعة وحجمه تضاعف معايا زي ما انتوا شايفين شكله، هبدأ اجيب معلقة زبدة تكون دايبة وابدأ بفرشة كده وادهن الوش بتاع السينابون علشان يديني الشكل الحلو واللون الحلو زي الجاهز. هدخله بقى على حرارة 170 في الرف الاوسط، والفرن يكون شغال قبلها بربع ساعة. اول ما بياخد لون من تحت بشغل عليه الشواية على الهادي على نفس الرف. هبدأ بقى احضر كريمة السينابون اللي بتتحط على الوش او الصوص. عندنا ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، و100 جرام من الجبنة الكيري، 100 جرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وكوب من السكر البودرة.
هنقلب السكر زي ما انتوا شايفين كده. اخر حاجة بيتضاف هي السكر. بنضيف الجبنة الكيري الاول والفانيليا والزبدة، هنقلبهم مع بعض كويس جدا كده او هنضربهم بالمضرب. وبعد كده هننزل بالسكر البودرة لحد ما يكون شكلها زي الكريم شانتيه. شايفين شكلها بعد ما خرجت من الفرن؟ هسيبها بقى تهدى حوالي ربع ساعة علشان بعد كده ابدأ احط الصوص عليها. ما ينفعش احط الصوص عليها وهي خارجة من الفرن علشان كل الحاجات دي هتسيح معايا في بعضها ومش هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها لحد ما تدفى كده حاجة بسيطة، وبعد كده هبدأ اوزع الصوص كده زي ما انتوا شايفين. وهسيبها مفيش 10 دقايق علشان تشرب معايا الصوص كده زي ما انتوا شايفين. ده شكلها بعد ما سبتها 10 دقايق بعد ما حطيت عليها الصوص كده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين شكلها وقد ايه الصوص نازل معايا من جميع الجهات؟ طعمها بجد في منتهى الجمال. بجد هتعشقوا السينابون، وطريقته سهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني